ايه اللي بينقصني عشان اقدر اتغير؟ ده السؤال اللي اكيد بتساله لنفسك. في عباره جميله جدا قراتها في كتاب نادي الخامسه صباحا، هتلاقي تلخيص ليه في تطبيق طور نفسك. بتقول: قله من الناس عندهم العادات الضروريه عشان يقدروا ينجحوا ويحققوا تفوق، لان غالبيه الناس ما بيقدروش يكملوا ويلتزموا عشان يحسوا ان الالتزام نافع. ممكن يكون عندك الرغبه في التغيير، ويكون عندك قدرات وامكانيات انك تتفوق وتنجح، لكن بينقصك شيء مهم جدا، هو انك تكون ملتزم. هو انك تكون ملتزم باهدافك، هو انك تكون ملتزم بالعادات الصحيحه اللي انت المفروض تعملها عشان تتفوق وتنجح. ممكن يكون عندك الرغبه في التغيير، وعندك القدرات والامكانيات اللي تخليك تتفوق وتنجح. لو حققت المعادله، قدرات ورغبه زائد التزام واصرار، هتحصل في الاخر على النجاح والتفوق. اكتبوا لي في التعليقات لو عندكم سؤال تاني. ان شاء الله قريبا بنزل لكم مقطع عن ازاي تحقق الالتزام والانضباط.